بعد اذن حضراتكم اللي هيفتح الفيديو ما يقفلوش، لان انا هقول كلمتين على ماتش الاهلي والمصري يشفوا غليل اللي بيشجع النادي الاهلي، ويعرف من خلال الكلمتين اللي انا هقولهم انه كلامي اللي انا قلته قبل كده كان صح، وانه فكرة ان اللعيبة اللي بتلعب في النادي الاهلي اصبحت دلوقتي في الوضع الحالي بتتكبر على النادي وما بتأديش، وهي ما عندهاش الكواليتي ان هي تكمل في النادي الاهلي. الكلمتين دول انا هتكلم بكل امانه ومصداقيه، ومش هضحك على الجمهور او هقول كلام مزيف او هعمل زي بقيه اليوتيوبرز او هعمل زي الاعلاميين او زي الناس كلها في فكره انه في خطوط حمراء ما ينفعش ان انا اتكلم عليها، زي مروان عطيه مثلا او محمد هاني او غيره من اللعيبه اللي بيطبل لها بعض الناس. على سبيل المثال مثلا محمد هاني او مروان عطيه او غيرهم من اللعيبه اللي اصبحت اساس في النادي الاهلي دون اي مردود يذكر، ولكن عندنا نماذج ناجحه وانا اتكلمت عليه زي محمد عبد الله. اللعيب دوت انا اتكلمت عليه كذا مره وقلت انه محمد عبد الله دوت من المفترض انه هو يلعب على طول اساسي في النادي الاهلي، لكن الكلام بتاعنا بيروح هباء منصورا، ملوش اي معنى بالنسبة لفكرة انه يلعب اساسي. يعني انت دلوقتي اللعيبة اللي هي في المقدمة زي تريزيجيه او غيرهم من اللعيبة ما بتأديش كويس في الملعب، ليه لعيب زي ده ما ياخدش فرصة؟ ما شفناه في الماتش بتاع الأهلي والمصري، خد فرصة قدر إنه هو يخترق من نص الملعب ويباص الكرة على طبق من ذهب للعيب الآخر، اللي حارس المرمى قدر يصد الكرة وقدر يطلعها بره بصعوبة. خلينا نقول إنه منظومة المدرب الجديد يستروب ديت مبنية على إيه؟ مبنية على إن هو بيسمع كلام المدرب اللي هو جنبيه، بتاع المدرب المصري اللي جنبيه، ان هو ما عندهوش فكر او ما عندوش حاجه، ما عندوش اراده يفرضها على اللعيبه او على اللي حواليه. لا مؤاخذه يعني كده بالبلدي، هو يستروب ده جاي ياكل عيش يعني. بصراحه كده هو جاي ياكل عيش. ليه؟ لانه ما بيفرضش على اللعيبه الضغط. فكره منظومه الضغط دي ممنوعه، ان اللعيبه تضغط. اللعيبه ما بتجريش اصلا، اللعيبه ما بتيجي تستحوذ على الكره ما تعرفش تستحوذ على الكره. اللعيبه، طب انا عايز من المدرب ايه؟ عايزه يطلع لي لعيبه شباب، يطلع لي ناشئين، يطلع لي لعيبه زي مثلا محمد عبد الله لما نزل لعب. عندك اشرف بن شرقي ما عندوش مردود لانه لعيب منتهي. حسين الشحات لما جاب الجون في نادي الزمالك اتصاب على اسرها وخلاص، على كده الموضوع انتهى. قفشه بالنسبه له هو بياكل عيش. تريزيجيه كله في النادي الاهلي اصبح دلوقتي بيقضيها بياكل عيش، ما عندوش فكره. طب محمد طاهر يا عم خد الكره واخترق واعمل اي حاجه، اعمل اي منظر، خد الكره وشوط على الجون، اعمل اي حاجه. ما فيش. كل اللعيبه دي سواء تريزيجيه او طاهر محمد طاهر او قفشه او حسين الشحات اللي عامل نفسه مصاب او غيرهم من اللعيبه، اصبحت عبء وعالة على النادي الاهلي. يجب على الجمهور انتقاد اللعيبه ديت، وان هم لعيبه لم تصبح دلوقتي في الوقت الحالي قادرة على ارتداء تيشيرت النادي الأهلي. أرجو من المدرب الجديد إذا كان عنده فكرة أو حاجة إن هو يدي فرصة للاعيبة الشباب زي محمد عبد الله وغيرهم من اللعيب، يطلع ناشئين، ما يتفرضش عليه لعيبة تانية، لأنه أنا بحس إنه النادي الأهلي أصبح نادي المحسوبية والواسطة. محمد هاني ما بيتغيرش، ياسر إبراهيم ما بيتغيرش من مكانه، مروان عطية على الرغم إن هو ما بيعملش زيادات هجومية ما بيتغيرش من مكانه، وغيرهم من اللعيبة ما يتغيروش من مكانهم. انا يعني ده معناه ايه؟ ده معناه انه النادي الاهلي اصبح كده نادي محسوبيه، نادي واسطه، ما فيش ثوابت، ما فيش مثلا فكره ان انا اجرب لعيبه. جرب لعيبه يا حبيبي، جرب لعيبه، يعني جرب لعيبه من الناشئين واللعيبه الشباب، والله يبقى عندهم شغف، هيبقى عندهم شغف، هيبقى عندهم حاجه يقدموها للنادي الاهلي. كفايه بقى الحرس القديم ده، كفايه طاهر، كفايه حسين الشحات، كفايه تريزيجيه.
الماتش امبارح طاهر ما عملش حاجه، ما عملش حاجه خالص. وبن شرقي اللي جابوه نكايه في النادي الاهلي وغيرهم، ومحمد شريف وغيرهم من اللعيبه. كفايه مروان عطيه برضو، يعني ما في زيادات هجوميه، واقف ما بيتحركش، هو واقف في نص الملعب وخلاص. حرام، ارحمونا بقى. ارجو منكم انه النادي الاهلي، ارجو ان النادي الاهلي اصبح دلوقتي عرضه ان هو ما ياخدش لا الدوري ولا دوري